قال كعب: أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، إلا النوق العتاق النجيبات المراسيل السريعات. هذا البيت من قصيدته المشهورة التي أنشدها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتذر إليه فيها ومدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، وهي المشهورة بالبردة، حتى غلبت عليها بردة البوصيري. أما البردة في الواقع فهي لامية كعب بن زهير، يقول: وشهرت بمطلعها، فيقال قصيدة بانت سعاد: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، ومتيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول. إلى أن يقول: أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا أهداك الذي أو آتاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. وهذه القصيدة طارت كل مطار، واحتفل الناس بها أيما احتفال، وكثر معارضها. من أشهر الذين عارضوها ابن نباتة المصري، عارضها بقصيدة يقول يعني مطلعها: ما الطرف بعدكم بالنوم مكحول، هذا وكم بيننا من ربعكم ميل، يا باعثين سهادا لي وفيض بكا، مهما بعثتم على العينين محمول. يقول فيها: يا خاتم الرسل لي في المذنبين غدا، على شفاعتك الغراء تعويل، إن كان كعب بما قد قال ضيفك في دار النعيم، فلي في الباب تطفيل، وأين كابن زهير لي شذا كلم، ربيعها بغمام القرب مطلول. ومن أولئك أيضا يوسف النبهاني رحمه الله، عارضها بقصيدة يقول فيها: هواي طيبة لا بيضاء عطبول، ومنيتي عينها الزرقاء لا النيل، عذراء جلت عن التشبيب إذ جليت، هامت بها الخلق جيلا بعده جيل. يقول فيها: أتاك كعب وقد جلت جنايته، وكاد يغتاله من ذنبه غول، فآب بالبردة الحسناء مشتملا. لأنه يقال، أهل السير يذكرون أن كعب بن زهير لما أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته، أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردته، فلذلك سميت القصيدة البردة. فيقول هذا النبهاني رحمه الله في قصيدته: أتاك كعب وقد جلت جنايته، وكاد يغتاله من ذنبه غول، فآب بالبردة الحسناء مشتملا، وعاد وهو ببرد العفو مشمول، ولست مثلا له لكن حالته كحالتي، يقول: ولست مثلا له لكن حالته لها بحالة هذا العبد تمثيل. ومن أشهر الذين عرضوها شرف الدين البوصيري صاحب البردة، عارضها بقصيدة يقول فيها: إلى متى أنت باللذات مشغول، وأنت عن كل ما قدمت مسؤول، في كل يوم ترجي أن تتوب غدا، وعقد عزمك بالتسويف محلول، أما يرى لك فيما سر من عمل يوما نشاط، وعما ساء تكسيل. وهي قصيدة طويلة يقول في ثناياها، ويقصد قصيدته: وما على قول كعب أن توازنه، وربما وازن الدر المثاقيل، وهل تعادله حسنا ومنطقها عن منطق العرب العرباء معدول، وحيث كنا معا نرمي إلى غرض، فحبذا ناضل منا ومنضول، لما غفرت له ذنبا وصنت دما، لولا ذمامك أضحى وهو مطلول، رجوت غفران ذنب موجب تلفي، له من النفس إملاء وتسويل، فليس غيرك لي مولا أؤمله، بعد الإله وحسبي منك تأميل. وللشيخ الحافظ الأديب اللغوي فخر المغرب وزين أهله، أحد حفاظ اللغة وأحد علمائها ونقادها، أحمد الشرقاوي إقبال دفين مراكش رحمة الله عليه، كتاب اهتم فيه بهذه القصيدة بانت سعاد، فذكر من عارضها ومن هشحها ومن خمسها ومواضع الاستدلال بها في النحو وفي البلاغة، سمى رسالته بانت سعاد في إلمامات شتى، وهي مطبوعة. نعم.